كل الفيديوهات اللي صورناهم عيال خالتي يتهاوشون في بيت جدتي من بيكون في الفيديوز، اللي يزعل واللي يسوي دراما، وعبد العزيز مخرجنا فعايز دائما وقت اللي عندنا تصوير ما يبي بيت جدتي عشان هذا ما يكسر خاطره. ايش كثر مهم انه يكون في مبادرات اجتماعيه خاصه من اصحاب المشاريع الناشئه. صح. تبين نجاوب الحين؟ بس عادي تعطيني وقت شوي. انا عمالي قصدي بعدين سوري. المرأة الكويتية إيه؟ واثقة من نفسها، تي وتعرف شنو تبي وتاخذ. ترى ليش ما فكرت تلبسين تراتشي ولا ما تحبين تلبسين تراتشي؟ لا بلا انا احب، انا ما لبست اليوم علشان اني بجرب. على فكره ترى اللولو اللي فيه اصغر انواع اللولو الطبيعي. قلبي يرفرف لما اشوف شباب فعلا هم اللي مهتمين في المشروع ومجابلينه، هذا يعطيني ثقه اكبر. كلهم تبارك الرحمن من عمر واحد خلينا نقول، ومبدعين. هذا دليل ان جيل التسعينات قوي. حيز التسعينات طبعا اقوى ناس جيل التسعينات. كيفكم يا الثمانينات؟ احنا ما لنا شغل فيكم خلاص. اتوقع الحين لازم انتم تمرون بمرحله التقاعد وتقعدون بالبيت، كبرتوا، خلونا احنا نستلم الموضوع. زي عطانا تحذير. انت متى الوقت اللي حسيتي ان انا واثقه من نفسي الحين انزل الكولكشن مالي؟ صراحه هو انت وانت صغيره ما تفكرين في هاي الاشياء. احنا يوم بدينا البراند المجوهرات انا كان عمري 16 سنه، اقول لهم ترى يمكن لو انا بسويهم اليوم كنت بخاف. ايه. بس لان بديت وانا صغيره ما فكرت في عواقب بعض الاشياء. شلون بدت الفكره وشلون استمريتوا فيها؟ طبعا الفكره بدات كبروجكت مدرسي، بدينا بان احنا نصمم المجوهرات عشان نخلص ساعات اللي نحتاجها عشان نخلص الكريكولم، لكن بعدين تطور الموضوع وصار بزنس. يعني ما احس ان انا داشه محل مجوهرات كثر ما ان انا داشه مكان في روح العائله. ما نقول زبونه، كلمه زبونه عندنا ممنوعه في الكمباني. صديقتنا كلهم صديقاتنا. الصراحه ما بكذب عليك، ما بقول لك احنا درسنا الموضوع وفكرنا وخططنا، الموضوع صار بروحه. يعني طريقه تواصلنا مع بعض، طريقه تعاملنا مع بعض، من غير ما نحس صاروا صديقاتنا. من غير ما نحس تتصل فيني واحده من صديقاتنا في الكويت، انا في البحرين، شو رايك نطلع ونطلع. علاقتنا مع الكويت وايد قديمه. في بدايتنا كان عندنا معرض، واول شخص اقتنى منه قطعه كان شاب كويتي، كان حاب قطعه لخطيبته وصممنا له قطعه وخذها مع الكويت. فعلاقتنا جدا قديمه. شيء وايد عجيب لما نشوف شباب بحرينيين صدق مشتغلين على هذا المشروع بادق تفاصيله. فانا ودي اعرف اكثر عن فلسفه الشغل عندكم. لما نتحكى عن منافسه في هاي العالم، احنا في اكبر او من اكبر او اقدم القطاعات التجاريه في العالم. في عندنا بيوت تصميم محليه وعالميه، براندات معروفه ومشهوره محليه وعالميه. فلما نتحكى عن منافسه، المنافسه موجوده والمنافسه صعبه. صح. لكن كنا فريق صغير في العمر، شباب بحرينيين، احنا حصلنا خلطتنا المناسبه اللي خلتنا ان احنا نبين مكاننا في السوق او نطلع اسمنا في السوق. خلطتنا تتكون من 4 مكونات. اول مكون تصاميمنا، احنا كل تصاميمنا 100% من مصمماتنا عايشه اللي هي تصير اختي، حتى لدرجه ان عايشه اذا ما عندها مثلا فكره تقول انا اذا ما حصلت فكره حق السنه ترى ما في نيو كولكشن. الحمد لله للحين ما صارت. بس هي تقول ترى تهدد، ترى انا بالسنه ما حصلت فكره، ترى ما في نيو كولكشن. ثاني شيء احنا ما نتنازل ابدا عن الكواليتي. نقاوه الالماس اللي نستخدمها، اذا بتشوفين في القطع كل قطعه الماس في قطعنا عباره عن سوليتيرا VS G كلر. حلو. وصلنا للتوب. فهذا الشيء احنا الحمد لله عندنا في البحرين، اللولو البحريني الطبيعي. معلومه انا دائما احب اقولها، ترى احنا في البحرين ممنوع منع بات استخدام اللولو الزراعي. حتى اذا تدشين البحرين بالطياره او حتى بالسياره بتشوفين لافته وايد على مكتوب ممنوع المخدرات، ممنوع المسدسات، وممنوع اللولو الزراعي. فاللولو الطبيعي وايد يميز قطعنا. ثالث مكون في هذه، احنا عندنا ان كل شيء يدوي، كل شيء نسويه باليد، ونتعامل مع اكبر المصانع اللي موجوده بالشرق الاوسط، عندهم تيم مخصص لنا، هم اللي يسوون اوردرات كلنا. ورابع شيء نحاول ان احنا نكون اب تو ديت مع التكنولوجيا، نحاول ان احنا نقدم اكثر واسهل واحلى اكسبيرينس حق صديقاتنا، من بدايه الاكسبيرينس في الانستغرام للموقع للشراء لكل هذه البروسيس. احنا نحاول ان نكون سلسين ومريحين مع كل من. وايد حلو. هم نجحوا
من الناس، فقاعد يردون للناس. طبعا احنا كشركه بدينا وايد صغار والحمد لله رب العالمين كبرنا يعني وايد بسرعه وبشكل وايد حلو، فحبينا نرد الجميل شوي حق المجتمع ونشكرهم على ايش كثر احنا يعني وصلنا هني بسببهم وفضلهم. عواطف، كلميني عن المبادرات الإنسانية والأعمال خلينا نقول اللي قاعد تسوونها تكون مشاركة استثنائية من عايشة جولري. طبعا بصوره موازيه حق بناء الشركه محليا وعالميا، جواهر عايشة نشيطة جدا اجتماعيا، فدائما احنا اللي يعرفون شركة جواهر عايشة على طول يربطونها بحملة عطاء الجواهر الخيرية اللي احنا نسويها كل سنة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. كل سنة الحملة تقوم باختيار هدف نبيل للمبادرة، وبعد اختيار الهدف تقوم الشركة بتصميم قطع limited edition وتباع لفترة محدودة. حلو. وفي نهاية الحملة يتم تخصيص 50% من ريع الحملة للتبرعات بالمساهمة مع مؤسسات رائدة. الحمد لله رب العالمين منذ إعادة حلتها في 2021 حملة عطاء الجواهر كان ريعها ما يفوق حوالي 350 ألف دولار، تم التبرع بنصفها ل3 أهداف نبيلة. عجيب. طبعا في 2021 تم تخصيص التبرعات لشراء مضخات الأنسولين للأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول. وفي 2022 تم تخصيص التبرعات للأطفال المعتلين سمعيا عن طريق شراء سماعات أو زراعة قوقعة. وفي 2023 تم تخصيص التبرعات لعمليات زراعة القرنية. هني السيستم غير، تبي تي المحل لازم تاخذ موعد قبلها، ووك إن ما في. شو سالفة هالموضوع؟ صح طبعا. الاستوديو عندنا هنا في الكويت او في البحرين بعد يكون باي ابوينتمنت. عندنا نوعين من المواعيد، النوع الاول ان شاء الله بيكون مثل الايفنت اللي عندنا اياه الاسبوع الجاي ان شاء الله اللي هو من تاريخ 15 ل 18 سبتمبر. هذا يكون عباره عن ايفنت، رابط المواعيد ينزل على صفحتنا في الانستغرام وعلى الويب سايت مالنا، الناس تدخل عليه تختار السلوت اللي يناسبها وحياهم الله ينورونا. والنوع الثاني من المواعيد يكون عاده انهم دي تريبس، اني معهم نقعد مع صديقاتنا 2 3 ساعات سوالف ما سوالف لين ما نتعرف على شخصيتهم اكثر، علشان نصمم لهم قطعه خاصه فيهم وتعكس شخصيتهم. عادة لما اروح ادش محلات المجوهرات احس في ضغط، في بريشر، انه لازم اختار الحين، لازم مثلا ما اخذ راحتي وايد لان في زباين ثانيين او في ناس يبون يشوفون. هني لا ان حتى السيستم مالهم تاخذ موعد انت وتي تشوف القطع اللي تبيها على راحتك.